اللي في الصورة ده كلمة ديوس قليلة عليه جدا والله، لانه قبل على نفسه حاجات محدش في الدنيا يقبلها والله. وابسط حاجة ان هو كان بيشوف بنته بتعمل حاجات محرمة وكان بيشجعها على الحاجات دي. خلي بالك دي ابسط حاجة عملها، ده لسه في بلاوي هنعرفها عنه هتخليك تقرف منه لدرجة انك هتبقى عايز تتف عليه. ايه هي البلاوي دي وازاي واحد ممكن يبقى ديوس كده؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة ان شاء الله. صل على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة دي اسمها فوزية فتحي، ساكنة في احد المناطق الشعبية في محافظة القاهرة، وكانت من عيلة على قد حالها جدا، وامها كانت متوفية وملهاش حد في الدنيا غير عم فتحي ابوها اللي كان شغال عامل في مصنع طوب، والدخل المادي بتاعه كان قليل جدا، وعلشان يزود الدخل ده كان بيطبق كذا وردية في مصنع الطوب، فبالتالي ما كانش فاضي خالص علشان يربي بنته فوزية. وهنا كانت اول مشكلة، لان فوزية بسبب ان محدش رباها طلعت مش محترمة، وكانت عارفة شباب كتير جدا عندهم في المنطقة، لدرجة ان الناس عندهم في الشارع كانوا مسمينها فوزية الشمال بتاعت كله. وفي اللحظة اللي ابوها ادرك ان بنته عارفة شباب كتير وسيرتها على كل لسان في المنطقة، حاول يربيها ويضربها علشان ما تمشيش مع شباب تاني، ولكن للأسف كان فات الاوان خلاص، لان فوزية ساعتها كان عندها 20 سنة، وفي نفس الوقت كانت متعلمة قلة الأدب. علشان كده أبوها أول ما حاول يشتمها ويضربها ردت عليه الشتيمة ومسكته جامد علشان ما يضربهاش، لدرجة إنها كانت هتمد إيديها عليه، ولكن سيطرت على أعصابها في آخر لحظة وقالت له أنت فاكرني صغيرة علشان تضربني ولا إيه؟ أنا دلوقتي كبرت وأنت مالكش حكم عليا وأعمل اللي أنا عايزاه. ساعتها عم فتحي يتصدم من رد فعل بنته، وفي نفس الوقت فهم إن بنته فوزية محدش هيعرف يسيطر عليها تاني. علشان كده للأسف اضطر ان هو يستسلم للأمر الواقع وحلف ان هو ملوش دعوة بيها تاني. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة حوالي 2 سنين، لحد ما في مرة فوزية تتعرف على واحد اسمه أدهم، كان من عيلة متيسرة الحال وكان محترم جدا، وكمان كان عنده شقة جاهزة ومفروشة كلها. ساعتها فوزية في الأول كانت ماشية معاه لمجرد التسلية، ولكن لما عرفت ان هو مبسوط ماديا وجاهز للجواز لقيتها فرصة انها تدخل عليه من سكة الحب وتخليه يتعلق بيها، يمكن في يوم من الأيام يتجوزها ويرحمها من الفقر اللي هي فيه. علشان كده فوزية كانت بتتعامل مع أدهم بمبدأ شوق ولا تدوق، وده طبعا عكس شخصية فوزية لأنها كانت بتدوق عادي، وكالعادة مش هينفع أوضح أكتر من كده، بس 1,000,000% حضراتكم فاهمين. المهم ويوم ورا يوم أدهم فعلا بدأ يحبها ويتعلق بيها، وحاول كذا مرة يكلمها في كلام خارج، ولكن فوزية كانت بتعمل نفسها محترمة ومش بتاعت الكلام ده، وفي نفس الوقت كانت ذكية وبتعامله بحنية وبتوهمه انها بتحبه وعايزاه في الحلال. وللأسف أدهم علشان كان على نياته ومش لافف كتير صدقها واتفق معاها ان هو هيجي يتقدم لها ويخطبها من ابوها. وساعتها أدهم لما كلم ابوه وامه ان هو عايز يخطب ويتجوز فرحوا له جدا، ووافقوا ان هم يروحوا معاه عند العروسة علشان يتعرفوا عليها وعلى ابوها. ولكن خلال القعدة ام أدهم ما ترتاحش الفوزية خالص، لانها لاحظت ان فوزية طريقتها مش مظبوطة، وفي نفس الوقت لما سألوا عليها في المنطقة عرفوا ان سمعتها مش كويسة. علشان كده ابو أدهم وام أدهم رفضوا ان هو يخطب البنت دي، ولكن للأسف أدهم كان مراية الحب عمياه وصمم ان هو يخطب ويتجوز فوزية غصب عن اي حد، لدرجة ان هو قاطع ابوه وامه خالص وما بقاش يكلمهم. وساعتها ابوه وامه علشان ما كانوش عايزين يخسروا ابنهم، وبالذات ان أدهم ابنهم الوحيد، فاضطروا ان هم يوافقوا على الجوازة. وفي اول 2-3 ادهم كان فرحان جدا بالجواز، علشان كده كان بيتغاضى على العيوب اللي ظهرت بدري جدا في فوزية، زي مثلا انها كانت دايما بتتعصب عليه وعنادية ومش بتسمع الكلام، وفي نفس الوقت كان حاسس انها بتعمل حاجة غلط بس ما كانش قادر يحدد هي بتعمل ايه بالظبط، فكان بيطنش ومش بيدور وراها. وبعدها في فترة فوزية بتبقى حامل، ساعتها ادهم بيفرح جدا وبيفضل يشكر ربنا ان هو اخيرا هيبقى اب،
وكمان كان عنده امل لما فوزية تولد وتبقى ربنا يهديها وحالها يتصلح. ولكن للاسف ده ما حصلش، لان فوزية لما ولدت وجابت بنت وسمتها منة بقت عصبية اكتر من الاول بكتير، لانها ما كانتش عارفة تتحمل المسؤولية بتاعت البنت، وما كانتش متخيلة ان تربية العيال وزنهم مرهق قوي بالطريقة دي. علشان كده كل ما فوزية تبقى متضايقة كانت بتطلع عصبيتها على جوزها وبتتخانق معاه، وساعتها ادهم كان بيضغط على نفسه واستحملها مرة واتنين. ولكن لما لقى ان موضوع العصبية دي زادت عن حدها مسكها وضربها جامد لدرجة انه فتح لها دماغها وعورها. فوزية تحس انها كانت مستنية يحصل فيها كده، وعلى طول راحت للمحامي وخلته يرفع على ادهم قضية خلع. وساعتها ادهم حاول يصالحها ويراضيها علشان يرجعها البيت تاني، ولكن فوزية مرضتش تتصالح وصممت على قضية الخلع، لان المحامي كان مطمنها ان موقفها قوي وهيقدر يخلعوا منها بكل سهولة. ومش بس كده، لا ده كمان هيخليها تاخد منه الشقة لانها حاضنة، وهيجيب لها منه فلوس كل شهر. علشان كده فوزية ما كانتش باقية على ادهم، وكانت طمعانة في الفلوس والشقة. وفعلا بعد حوالي 4 شهور المحامي يقدر يكسب لها القضية ويخلي فوزية تاخد كل حاجة، وساعتها ما خدش اتعابه فلوس، ومش هينفع اوضح. المهم فوزية اول ما اخدت الشقة وعاشت فيها هي وبنتها بقت دايرة على حل شعرها، وكانت بتعمل في الشقة اللي هي عايزاه، لدرجة ان لما الحال دق بيها والفلوس اللي كان بيبعتها ادهم ما كانتش بتكفي، كانت بتجيب رجالة في شقتها وبتعمل معاهم علاقة محرمة بمقابل مادي. بس ما كانتش بتعمل الموضوع ده كتير لانها كانت خايفة لحسن تتقفش وسمعتها تبقى وحشة. باختصار يعني ما كانتش عايزة تكرر الغلطة اللي وقعت فيها في المنطقة بتاعت ابوها لما كان سمعتها في الشارع. فعلا الانسان دايما بيتعلم من غلطه حتى في الغلط. وفضل الحال ده حوالي 2 شهر لحد ما في واحد في المنطقة اسمه كوكو شاف فوزية بالصدفة وعجبته جدا، وحاول يكلمها كذا مرة، ولكن فوزية كانت بتصده وبتهزقه. وساعتها كوكو ما كانش عنده دم ولا كرامة، ومهما كانت فوزية بتهزق فيه كان بيرجع يعاكسها تاني، وكان دايما بيقول لها انا بحبك ومستعد اعيش خدام تحت رجليكي. ففوزية من كتر ما كانت حاسة ان كوكو ده مش راجل، في مرة قلعت الجزمة وضربته بيها. والمصيبة ان كوكو كان بالنسبة له الكلام ده عادي، كأنه متعود على كده. وفي نفس الوقت ده الناس في المنطقة بدأت تلاحظ ان فوزية ماشيها مش مظبوط، ده لانهم كل فترة كانوا بيلاقوا رجالة بتطلع لها. ساعتها الجيران بدأوا يتخانقوا معاها لدرجة ان في مرة بلغوا عنها البوليس، ولكن ساعتها كان حظها حلو وما كانش عندها حد في الشقة، فالبوليس جه ومشي والمحضر اتعمل بلاغ كاذب. فوقتها فوزية بدأت تدرك انها لازم تتجوز علشان تبعد عنها عيون الناس وتداري على القرف اللي هي بتعمله ده. بس المشكلة بالنسبة لها هتلاقي فين راجل يقبل على نفسه ان هو يبقى ديوس ويخليها تعمل اللي هي عايزاه من غير ما يتكلم ولا يفتح بقه. وساعتها فوزية تفضل تفكر لحد ما افتكرت كوكو اللي ضربته بالجزمة قبل كده، وقالت هو ده الشخص المناسب اللي ممكن تتجوزه لانه شكله مش راجل خالص. وفعلا تاني يوم فوزية تبدأ تسأل على كوكو من بعيد لبعيد، وعرفت ان اسمه الحقيقي كريم، وحالته المادية صعبة جدا وما عندهوش شقة ولا اتجوز قبل كده، واغلب الوقت ما بيبقاش في وعيه بسبب شرب المخدرات. ففوزية اول ما سمعت كده لقيتها فرصة انها تتجوزه وتتحكم فيه براحتها. وعلشان تتأكد ان كوكو ده هيبقى دلدول ليها وتحت طاعتها راحت له، واول ما كوكو شافها فضل يعاكس فيها زي كل مرة برضه. فساعتها فوزية وقفت واتكلمت معاه وقالت له هو انا عجبك للدرجه دي؟ فكوكو قال لها جدا وهموت عليكي كمان. ففوزيه قالت له ايه رايك هتفق معاك اتفاق، ولو وافقت عليه هتجوز انا وانت واخليك تعمل اللي انت عايزه. كوكو استغرب من رد فعلها وكلامها وقال لها هو ايه الاتفاق؟ فقالت له ايه رايك نتجوز انا وانت واخليك تعيش في الشقه بتاعتي علشان عارفه انك ما عندكش شقه، وكمان هجيب لك الكيف اللي انت عايزه واخليك تعيش ملك، مقابل ان لما نتجوز العصمه تبقى في ايدي، وكمان مالكش دعوه باي حاجه ولا تقول لي رايحه فين ولا جايه منين، ولو شفت حد جاي لي الشقه تعمل نفسك انك ما شفتش حاجه. طبعا المفروض ان اي راجل مكان كوكو كان رفض، ولكن للاسف كوكو فهم ان فوزيه عايزاه يبقى اوراني ووافق بكل سهوله، لان شاف ان الموضوع مصلحه ليه من الناحيه الماديه، وكمان هيلاقي الكيف اللي بيشربه بسهوله. وفعلا خلال اسبوع بالظبط كان كوكو وفوزيه متجوزين. وفي اول اسبوع فوزيه كانت بتتعمد ان تخلي كوكو مرتاح اخر راحه وتجيب له اي حاجه هو عايزها علشان توصل له رساله غير
مباشرة ان العيشة معاها احسن من اي عيشة تانية، وفي نفس الوقت ده فوزية تبدأ تعيش حياتها براحتها، لدرجة انها كانت بتجيب الرجالة في الشقة وجوزها موجود عادي. اي نعم كوكو في الاول اعترض على الموضوع ده، ولكن لما فوزية هددته انها تطلقه وتطرده بره الشقة وبكده هيخسر كل الدلع اللي كان فيه، فكوكو سكت وقبل على نفسه ان هو يبقى ديوس عادي. وساعتها فوزية كانت بتعمل اللي هي عايزاه، علشان دلوقتي بقت في نظر الناس متجوزة، ومحدش هيجي في باله ابدا ان واحدة ممكن تعمل كده وجوزها موجود. وفضل الحال ده مستمر فترة قصيرة لحد ما فوزية تبقى حامل من كوكو، ولما تولد تجيب بنت تانية وتسميها ليلى. والله اعلم البنت دي بنت كوكو فعلا ولا لا، بس في النهاية فوزية كتبتها باسمه والبنت بقى اسمها ليلى كريم. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة جدا. واختصار لوقت حضراتكم هننط بالاحداث 17 سنه قدام، وتحديدا في 2023. ساعتها منى اللي فوزيه كانت مخلفاها من ادهم كان عندها 19 سنه، وبنتها ليلى اللي كانت مخلفاها من كوكو كان عندها 17 سنه. وحال كوكو وفوزيه كان زي ما هو، بالعكس ده كوكو بقى ديوس رقم واحد، لانه بنته ليلى كانت طالعه زي امها بالظبط، وبرغم ان سنها صغير الا انها كانت خربها وعارفه شباب كتير. وفي نفس الوقت كانت بتطلع على التيك توك وبتعمل فيديوهات هي واختها منى. وفي مره كان في فيديو بتعمل حركات مش محترمه فيه، والفيديو ده انتشر بطريقه مش طبيعيه وجاب تفاعل كبير جدا، لدرجه ان في قنوات في التلفزيون استضافت ليلى وكرموها على الترند اللي عملته. سبحان الله، احنا اللي بنعمل للقرف ده سعر. وعلى الناحيه التانيه في دكاتره وعلماء خدموا البشريه وعاشوا وماتوا ومحدش سمع عنهم. المهم من اللحظه دي حياتهم بتتغير 180 درجه، لدرجه ان فوزيه لما شافت بناتها بيكسبوا فلوس كتير قوي من التيك توك بقت هي كمان بتطلع لايفات معاهم وبترقص وبتعمل حركات مش محترمه. والمصيبه ان كريم كوكو كان مبسوط جدا بالفلوس اللي داخله لهم، وكان بيشجعهم على الرقص والقرف اللي هم كانوا بيعملوه، وساعات كان بيطلع معاهم في اللايفات وبيعمل حاجات مش محترمه برضه. وكل القرف اللي فات ده كوم، والكارثه اللي جايه دي كوم تاني، لانهم لما اتشهروا وطلعوا ترند كذا مره ورا بعض في منظمه غسيل اموال خارجيه حطت عينها عليهم، وخصوصا ليلى. والمنظمه دي كانت بتدير اي نشاط محرم ممكن يجي في بالك، زي غسيل الاموال وتجاره المخدرات وتجاره وتجارة السلاح. وبس كده لا، ودعارة كمان. والمصيبة ان الواجهة بتاعت المنظمة دي كان واحد مشهور جدا في مصر والناس بتحبه، واسمه علاء تامر. ولو هتعمل ناصح وتدخل على النت دلوقتي وتكتب الاسم وتيجي في الكومنتات تقول لي مفيش حد بالاسم ده، اكيد يا صاحبي محتاجين نفهم بعض اكتر، وانت محتاج تبقى فوق شوية اكتر. المهم وساعتها الراجل ده راح اتكلم مع ليلى وعيلتها وعرض عليهم ان هم يشتغلوا مع المنظمة دي مقابل دخل ثابت شهري. والدخل الشهري هنا مش معناه 10 او 20 الف، لا دي مبالغ بتوصل ل1 و2 و3 في الشهر. ساعتها ليلى وعيلتها اول ما يسمعوا المبالغ دي بينبهروا، وقالوا لعلاء احنا معاك طبعا، بس ايه المطلوب مننا بالظبط؟ قال لهم كل اللي مطلوب منكم هتطلعوا لايفات لمدة 3 ساعات كل يوم وتعملوا اي هبل وترقصوا وتخشوا في تحديات، وخلال اللايف ناس مجهولة هتدعمكم وهتبعت لكم هدايا بملايين، والفلوس دي انتوا مالكوش دعوة بيها، احنا هناخدها وهنبقى نديكوا نسبة منها، وده غير المرتب الثابت. وفعلا من اللحظة دي ليلى وعيلتها هيبدأوا يطلعوا لايفات ويرقصوا فيها ويعملوا حركات محرمة، ويوم ورا يوم بقى معاهم فلوس كتير جدا. وفضلوا مستورين كده حوالي سنة لحد ما بدأ يظهر حوالين ليلى وعيلتها انهم ليهم علاقة بقضية غسيل اموال. فساعتها البوليس يبدأ يركز معاهم لانهم فعلا بقوا اغنياء بسرعة جدا، ومصدر الفلوس اللي معاهم مش معروفة هي جاية منين. وبعد بحث وتحريات من البوليس اكتشفوا عنهم بلاوي محدش في الدنيا يتخيلها. عايزك تركز في اللي جاي ده علشان المصايب اللي عملوها خلال السنة دي ابليس نفسه ما يعملهاش في 20 سنة. البوليس لما دور ورا ليلى وعيلتها عرف ان هم مدورين شبكة دعارة على الانترنت، واللي كان بيدير الشبكة دي هو ابوها كوكو، علشان كده فورا قبضوا عليهم هم الاربعة. وخلال التحقيق اكتشفوا بلاوي تانية كتير، وهم انهم كانوا السبب في غسيل اموال بحوالي 40 مليون جنيه. ومش بس كده، دولت حواليهم كلام انهم كانوا بيتاجروا في
وكانوا السبب في وفاة ناس كتير على السوشيال ميديا، ولحد دلوقتي التحقيقات لسه شغالة. تفتكروا ممكن يتحكم عليهم بإيه؟ مستني رأيكم في الكومنتات، هتابعها كلها إن شاء الله. ما تنساش تقولي رأيك في الموضوع، وكمان تقولي أنت بتتابعني منين علشان أديك أحلى تحية، وتعمل لايك واشتراك علشان ده بيساعدني إن استمر في المحتوى. أشوفكم على خير، سلام.